مالك. هذه هي تفاصيل الأهداف. التقدم كان لغزل المحلة في الدقيقة 9. صمويل أوسو بيسجل الهدف الوحيد واليتيم لفريق غزل المحلة. بعد ذلك على طول بيسجل نادي الزمالك، يمكن ده الهدف الثاني اللي هو طبعا ما احتسب، ولكنه الكرة لم تتخطى خط المرمى، وبذلك احتسبها المساعد. كده 2-1، وده الهدف الأول للزمالك وهو هدف التعادل لفتح الله. كده النتيجة 2-1 لصالح نادي الزمالك. بعد كده بيسجل الصقر أحمد حسن الهدف الثالث لنادي الزمالك 3-1. بعدها بيسجل عمرو زكي الهدف الرابع، وان البعض يعني كما رأيناها بين الشوطين وبتحليل الدكتور طه وكابتن جمال هو هدف صحيح وليست لمسة يد. ميدو بعد غياب طويل عاد لنادي الزمالك وبيسجل الهدف الخامس من ركلة جزاء. وحسين حمدي الذي استعاد ذاكرة التهديف في هذه المباراة ويسجل الهدف السادس من عرضية عبد الشافي ليفوز الزمالك ب6 أهداف بيضاء نصف دستة كاملة.